فعايز تشتغل في الخليج واللي بقى اسمه الجي سي سي، يبقى لازم تركز على ال5 وظايف دول. بعد ما اتكلمنا عن تقرير مستقبل الوظائف ل 2025 طلبته نمسك كل جزء ونحلله، واكتر حاجه شدتني هي رؤيه دول الخليج الفتره الجايه، ودول كانوا اكتر 5 وظائف هيزيد عليهم الطلب. 1 رينيوبل انرجي سبيشالست او متخصصين الطاقه المتجدده. ما كنتش متخيله ان اكتر مجالات واكتر وظائف هتبقى مطلوبه في الخليج هي عن الطاقه المتجدده، خصوصا ان دخلهم من البترول. لكن الاولويه النهارده لمحطات الطاقه المتجدده ومزارع الرياح، وحتى البنيه التحتيه للعربيات الكهرباء. كل ده محتاج متخصصين في الطاقه المتجدده، والمجال ده هيفضل عليه الطلب ل 2030 وبعد كده كمان. 2 الاي اي سبيشالست او متخصصين الذكاء الاصطناعي. اكبر الشركات في الخليج بتستثمر مليارات في الذكاء الاصطناعي، المدن الذكيه، الروبوتات، الاوتوميشن، كلها معتمده على التخصص ده. 3 السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني. بعيدا عن ان العالم كله محتاج حمايه اونلاين، ففي الخليج بالتحديد بيصرفوا ميزانيات ضخمه على تامين الانظمه والشبكات بتاعتهم من اي هجمات، ومفيش مؤسسه النهارده ما فيهاش حد يامن السيستم بتاعها. 4 البيج داتا اناليسز او تحليل البيانات الضخمه. البيانات هي اللي بتحرك العالم دلوقتي، وشركات الخليج بتحتاج متخصصين عشان يحللوا البيانات الضخمه اللي عندها فيعرفوا يستفيدوا منها وياخدوا قرارات. وخلي بالك احنا بنتكلم هنا على البيج داتا، دي اضخم بكتير من الداتا اللي بيشتغل عليها الداتا اناليست وبتتغير بسرعه. 5 فينتك، وده اختصار لفاينانشال تكنولوجي او بالعربي اسمها التكنولوجيا الماليه. النظام المالي في الخليج بيتحول بشكل كامل للدفع الرقمي والخدمات البنكيه الاونلاين زي ما باقي العالم ماشي، والتطور ده محتاج ناس متخصصه في برمجه وتطوير حلول ماليه ذكيه. قولوا لي هتعملوا ايه بعد ما عرفتوا كل ده؟ واخيرا استنوا الفيديو الجاي واللي هنتكلم فيه عن السوفت سكيلز اللي لازم تكون عندك عشان تفضل في سوق العمل، ولا عايزين نتكلم عن حاجه تانية؟